السلام عليكم ورحمة الله. الله يعطيكم العافية. اليوم موضوعنا تقريبا الكل حكى فيه، بس بيقولوا رأيين أحسن من رأي، وهو حالة التجيش اللي نجمت عن الفيديوهات اللي تسربت. هي ما أنا فيديوهات مسربة أصلا، هي فيديوهات موجودة من قبل، بس يعني ما بعرف سموها فيديوهات مسربة عن مشفى تشرين وطريقة معاملة الجرحى والمصابين، والطريقة الوحشية اللي الكل شافها من 7 سنين وعم يشوفها من أول وجديد اليوم ومبارح. طبعا تناقشنا أنا ورفيقي بهذا الموضوع وطلعنا بخلاصة يعني معينة عززها تقريبا الرأي يمكن الشائع عند كثير من ناشطي الثورة السورية. هلا خلينا نبدأ من قصة اعتقال أمجد يوسف. يعني هاي القصة خلقت حالة من التفاؤل الكبير بالشارع السوري، انضاف لها قصة اعتقال الطيارين اللي قصفوا الغوطة بالكيماوي، كمان تنضيف لها محاكمة عاطف نجيب. هاي القصص خلقت عاطفة جياشة عند الشعب السوري ومجتمع الثورة خليني أقول. طبعا هذا كمان أدى لاسترجاع كل الذاكرة الأليمة عند العقل الجمعي السوري، وبالتالي تلاقت هاي المشاعر كلياتها مع بعض، مشاعر الفرح من جهة، ومشاعر الألم والحزن من جهة. وبالذات بقصة اعتقال أمجد يوسف كتير يعني أخذت ضجة ومساحة يعني وصرت حسها موجهة بهاي اللحظة. يعني هلا عم حس انه من زاوية هي كانت موجهة القصة، لدرجة انه صار في تجيش. نحن هلا هون رح نوقف عند نقطة التأجيش. صار في تجيش تجاه الحاضنة لأمجد يوسف، سواء ضيعة أمجد يوسف أو الحاضنة، ونحطوا كلياتهم تحت المجهر. هلا أول شي هذا خلق حالة من الخوف عند هاي الحاضنة من ردات فعل للغالبية اللي تعرضت للإجرام، سواء من قبل أمجد يوسف أو من قبل بقية المجرمين الآخرين، على اعتبار أنهم تقريبا كلياتهم حاضنتهم وحدة. تمام. هلا هون اجت حالة الاستثمار من طرف ثالث. الطرف الثالث هذا اللي بتلاقيه شاطر دائما يستثمر الموقف، يعني قاعد عم يتفرج علينا كلياتنا وحاسسنا يعني مثل لعبة الشطرنج وبيحرك الأحجار بالطريقة اللي بتناسبه. تمام. استثمر حالة الغضب الشعبي من ناحية، واستثمر حالة الخوف عند الفريق الثاني اللي هو فريق حاضنة أمجد يوسف أو فريق حاضنة كل مجتمع المجرمين. تمام. وبالتالي بدأ الضخ باتجاه شحن الشارع السوري، توجيهه باتجاهات مرسومة مخطط لها. تمام. هلا أوضح مثال لعملية الاستثمار هي هو استحضار فيديوهات مشفى تشرين العسكري، اللي مثل ما أن نحن شفناها والناشطين شافوها من 7 سنين. يمكن أنا شفتها من هداك الوقت بس نسيتها لو ما ذكرني فيها رفيقي. وهذا حال كثير من الشعب السوري، شافوها بسنوات ونسيوها. طبعا القسم اللي كان تحت حكم الأسد أكيد ما يعني كان في حالة خوف ورعب، ما كانوا قدرانين يشوفوا كثير من هذا المحتوى، وصار مفروض كمان يشوفوا لهذا المحتوى مشان يتعرفوا من أول وجديد على المعاناة اللي عانيناها نحن بشكل عام. تمام. وعن اللي يتعرفوا على مدى وحشية الأشخاص اللي هن كانوا عايشين معهم، اللي كانوا مسيطرين على البلد لمدة 60 سنة. تمام. طيب لشو يعني بيهدف هذا الاستثمار من الطرف الثالث؟ خليني أسميه الطرف الثالث فلول، جهات خارجية، جماعة الشمال اللي لساتهم يعني عم بيغردوا خارج السرب، جماعة صديقنا الهرجري اللي يعني الزلمة مو سائل عن حدا. المهم، أول مسألة هو خلق حرب أهلية يعني بتمزق البلاد من شرقها لغربها. تمام. بشكل مقصود من خلال شحن الشارع السوري، افتعال عمليات قتل مثل ما صار بعمليات الساحل الأولى. تم افتعال عمليات قتل تم على أثرها ردات فعل واختلط الحابل بالنابل. والساقها بالغالبية العظمى أو بأجهزة الأمن والجيش عموما. اثنين، نسف جهود الحكومة الرامية لتعزيز حالة الأمن، يعني كل ما وصلت لمستوى أو ارتقى المستوى الأمني لمرتقى جيد،
بتضخ هاي المجموعات باتجاهات معينة، تمام، لحتى شو؟ لحتى تخلط الأوراق من أول وجديد. المسألة الثالثة، إشغال الحكومة دائما بملف الأمن يعني بشكل مستمر، تمام، عن ملفات الاقتصاد، عن إعادة الأعمار، عن ملف العدالة الانتقالية، عن ملفات كثيرة، عن ملف بناء الدولة، تمام. إنهاك قوى الأمن وإشغالها بشكل دائم، سواء الجيش أو قوى الأمن الداخلي. تمزيق نسيج المجتمع السوري، على اعتبار أنه صار في منادات من بداية التحرير باستقلال للجهة هاي وللجهة هاي وللفريق هذا وللفريق هذا. فهذا بيعزز هاي المسألة، تمزيق المجتمع السوري هو مقدمة للتقسيم، والله أعلم. طيب نحن شو المطلوب منا بهاي الحالة؟ أول شيء ما نكون أداة بإيد هذا الطرف الثالث، هاي كتير مسألة مهمة وحساسة. ومثل ما قلنا، سواء كانت جهات خارجية، فلول، جماعة الشمال، جماعة الجنوب، إلى آخره، كلياتهم عم يحاولوا يوقعونا بطرق مختلفة. يعني مرة من المرات بتلاقيهم دعوا لمظاهرات تحت غطاء مطالب محقة، تمام. مرة بتلاقيهم عم يسربوا فيديوهات لجرائم التعذيب، سواء بصيدنايا، سواء فيديوهات قديمة، وعم يحاولوا يركزوها فترة زمنية معينة لتزيد حالة الشحن والتجيش هي، تمام. وهذا بطبيعة الحال بيجيشنا وبيشغلنا عن بناء بلدنا. المسألة الثانية عفوا، انه نحاول نترك الحكومة تشتغل شغلها بهدوء. يعني هي هيك عم تلاحق الفلول. طيب في مسار للعدالة الانتقالية، ايه بلش هذا المسار. شفنا مثلا محاكمات لعاطف نجيب، شفنا عدة محاكمات، تمام. وبالتالي ما نطالبهم بطلباتنا وندفشهم تحت تأثير الطرف الثالث، تحت ضغط الطرف الثالث. يعني الطرف الثالث عم يضغط علينا، نرجع نحن نضغط على الحكومة، بنحصرها بفترة زمنية معينة وتحت متطلبات معينة وطلبات معينة، تخليهم يمكن بمساحة أو بوقت من الأوقات ممكن يصير في نوع من الأخطاء. لا، نحن نترك الحكومة تشتغل شغلها، تمام، تلاحق المجرمين. نترك مسار العدالة الانتقالية أو مسار العدالة بشكل عام يمشي بالمجرى الطبيعي، تمام. ثلاثة، ينشغل كل شخص فينا بدوره لترجع بلدنا تنبنى. لأنه نحن اليوم كتير عم ننشغل وعم نستنزف، نحن حكينا عن هاي القصة، لكن قصة التجيش كتير، يعني كنا بحالة إلهاء. اليوم في تجيش وفي إلهاء، يعني المسألتين سوا. كتير عم نقضي وقت على وسائل التواصل الاجتماعي باعتبار أنه هي الأداة الرئيسية لكل الفرقاء، وبالذات الفلول، على اعتبار أنه ما لهم وجود يعني مادي ملموس بامتياز على الأرض بيعطيهم هاي الحرية للحركة. فوين بيلاقوا فضاءهم وحريتهم؟ وين بيتلاقوا كلياتهم؟ على وسائل التواصل. طيب يعني نحن مثل ما قال سيدنا عمر، رخصوه بتركه. يعني هن إذا عم يشوفوا سلعة وسائل التواصل الاجتماعي غالية عندهم، لا، نحن بنتركها. بدل ما نقعد ساعة أو نقعد ساعتين، نقعد نص ساعة، نقعد 10 دقايق وبنحضر لصفحات الثقة. يعني كتير وجهت حكومتنا إنه يا جماعة الخير، بدكم تاخذوا الأخبار، تمام، تاخذوها من الجهات الموثوقة، من سانا، من كل وزارة ووزارتها لها صفحة، من الجهات المعنية، من الشخصيات كمان، شخصيات المسؤولية والإيجابية، تمام. ولا تنسوا قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تمام. يعني نترك الأمر لأهل الأمر باختصار، خاصة الملفات الكبيرة، ملف ملاحقة الفلول، ملف تنظيف البلد منهم، ملف العدالة الانتقالية. نرجع نأكد على المسألة، ما نحطهم تحت ضغط أي ملف من هاي الملفات، نترك الأمور تمشي مجراها الطبيعي، ونحاول نقرأ بتجارب الدول اللي عاشت نفس تجربة سوريا، ونشوف قديش هاي المسارات طولت. نحن لسه يا جماعة الخير من سنة وشوي استلمت الحكومة. مستحيل حتى لو كان عندها عصا سحرية، مستحيل هاي الملفات تنحل، مستحيل. نحن عم نحكي عن 500 ألف مفقود. إذا هدول 500 ألف مفقود، تخيل قديش بدهم أوقات محاكمات.
عن كل شخص منهم. يعني كل مجرم بده يتحاسب عن شخص من هاي الأشخاص. مسألة إلها يعني إلها أبعاد كثيرة، قوانين، تشريعات، معتقلات. نضيف لهم ملف الفلول. نحن قديش يعني الدولة عفت عن مئات الآلاف من عناصر الجيش، الدفاع الوطني، العناصر الأمنية. طيب هدول قسم ضخم منهم تحولوا لفلول، تحولوا بين قوسين لخلايا نائمة. شان هيك نترك الأمر لأهل الأمر. تمام. وبالنهاية لا يصح إلا الصحيح. بالأخير خلونا كمان نتذكر الآيات الكريمة اللي بتقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبيقول ربنا سبحانه ربي وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. تمام. هدول الآيتين بيدعونا دائما لنكون منصفين وما نحمل الناس أخطاء غيرهم. يعني حاضنة أمجد، حاضنة فلان، حاضنة علان، يعني بين قوسين احنا عم نقول جماعتهم، ما خلاص كل نفس بما كسبت رهينة. هذا بيتحمل مسؤولية فعله. وكمان كل الأشخاص اللي يتواطؤوا معهم المسألة ما بتاخذ بعد أكثر من هيك ومساحة أكثر من هيك. حتى لو أخطأوا الناس بحقنا فهذا لازم ما يمنعنا من العدل والإنصاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. هون في أمر اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. تمام. لأنه هذا فرقنا بطبيعة الحال عن غيرنا. نحن من يوم بلشنا الثورة كنا دائما رحماء، كنا دائما رحماء. يعني كان جيش الإسلام موجود بالغوطة، لو كان بده يتصرف بنفس أفعال وتصرفات هدول الجماعة، يعني على سبيل المثال للحصر، لكننا انتصرنا من بداية الثورة. لو كنا نحن عم نتصرف بنفس التصرفات كانت الأحياء كلها متداخلة، كان فيها من كل الطوائف، كنا وبطبيعة الحال نحن الأغلبية، كنا بنقدر نرتكب فيهم والعياذ بالله مجازر وإلى آخره من هي الأفعال المشينة اللي عم نشوفها على وسائل التواصل وعم نشوفها بالفيديوهات. لكن سبحان الله هذا اللي ميزنا عنهم. وبالأخير طلعنا بخلاصة اللي هي العفو. لو ما كنا رحماء، لو ما كنا أفضل منهم، لو ما كنا بهي الأخلاق العالية ما كنا وصلنا لمرحلة العفو. هي مسألة كتير مهمة يا جماعة الخير. الله يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله.